مدينة خريبكة بدون لحوم حمراء. مهني القطاع يحتجون والمواطنون يتساءلون. وكنجيو نبغيو نتقداو هنايا، نبغيو نشوفوا مع العائلات ديالنا وكذا. الجزاره هما سادين الوقت ميشه. هاد الحاله اللي داروا هاد الايامات الجزارين راه حشومه، راه بقينا ضايعين في اللحم. وتعرف المدينه ديال مدينه خريبكه مولفين اللحم، حنا الدجاج مولفين شبيه ومولفين تقعيد اللحم. حشومه خريبكه قداش هي وما فيهاش اللحم، راه حاجه عيب. راه المواطنين باغيين رمضان هذا وباغيين اللحم، تيجيو عندهم الضيفان، كاين اللي غادي للعمره تيبغي يدير صدقات. حاجه عيب تبقى 9 ايام ما فيهاش اللحم، راه حشومه كاع. والجزار خاصو فلوس الكرا، فلوس المصاريف تاع الدراري، حتى هو خاصو يتحرك، ماشي يبقى مريح، راه ما عندوش شي مانده اخرى اللي غادي يتخلص منها. ايوا راني جيت باش ناخذ اللحم للوليدات. ايوا هاد الناس هادو راه كاع الجزاره في الزنقه سادين وموحنين ومكرفسين. السلام عليكم. انا جيت هنا راه ماشي من مدينه خريبكه، جيت هنا على اساس نقضي شي غرض ونتغدى ونرجع لحالي نقبض التران. كنتفاجئ ان المحلات كاملين سادين، على عند بالي راه العيد كبير، انا كنت عامل عيد كبير سادين كاع المحلات. تساؤلات المواطنين واحتجاجات المهنيين دفعتنا للقيام بجولة ميدانية للمسلخ البلدي للوقوف على حالته. بالله عليك أن الباب خصو 5 الناس أو 6 باش يتفتح. هذا هو الباب الرئيسي اللي كتخرج منه السقيط، هذا هو الكولوار اللي حنا مجتمعين فيه الإخوان الجزارة والبويدي والسلاح. شو شحال من واحد تبارك الله، شوف ودي سبورتي بعدا حلو. هذا هو الفريغو، هذا هو المبرد اللي كتستعمل مدينة خريبكة. والحمد لله اليوم راه مغسول نعمس، اليوم راه مغسول. شوف الكريته العظمى، شوفوا عباد الله. اي نعمس، شوف هذا هو الفريغو المبرد ديال مدينة خريبكة عاصمة الفوسفات، وراه مغسول نعمس. راه اليوم راه مغسول. شوف الاوساخ، الزبال، شوف 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 سرق زيت وفيران الوار. هنا فين كيدير لابيزيت الطبيب ديالنا هنا، ولا واحد الوقيته كنخافوا عليه يطيحوا لي هاد الكونات نعمس. هنا فين لابيزيت، هذه هي الطبله. شوف السكه كتمشي وتجي، شوف انت نعمس. ها شوف. ومثلا ملي خدتو ملي كتكون الذبيحه وكيدوز الكروار، راه كنخاف كنقول يا ربي السلامه، الله يسر هذه لا طاحت على شي واحد. الكترونيك باش كنعبروا هو هذا نعمس. سينا ديال الشهر اللي كنخلصوا عليه 400 مليون وشي صريف، يعطونا هذاك الصريف نصلحوا به. راه ماشي غنديروا لجيبي، راه تصلح به البطوار. هذاك الصريف اللي فوق 400 مليون العام تصلح به البطوار وننقيو ونحيدوا عنا واحد التقليد، لان تقليد المواطن علينا حنا وتقليد المواطن وديالنا على المجلس. انت نعمس شوف غدطي الاستاذ بلاتي غنطليك. لا هذا انت استاذ. شوف وعباد الله، وشوفوا جايين لنا خشبه ديال العود سادين بها قادوس روح ديال العود. هادشي راه كاع في المحضر وما كاينش. انت راه عامين حنا صبرنا عامين تدلار العودي، ربي ما كيبغيش مبدلين، احنا ماشي مبدلين خايبين تدلار الوقت اللي كنحتاجوا الماء في وقت العمل ما كنصيبوش. هذا من ضمن المطالب اللي مدير فيها المحضر نعم الساعه الرئيس. هذه اللي البلاصه اللي كنتوجدوا فيها هي البلاصه اللي كيذبح بها السلاخ ديالي. هذه نعم. واش باقا شي بلاد كدير عباد الله؟ هادو هما استاذ الرافعات اللي كنغوتوا عليهم، راه 40 عام عندهم هادشي، 40 عام نعم. بدي نوريك هذه اللي دارت لنا المشكل. دابا واحد القضيه، كنا هادي عامين كندويو على الصرف الصحي والماء والضوء والاناره، ودابا ولينا خايفين على رؤوسنا، رانا مهدين الخطر. هاد الكونات هادو اللي كندويو عليهم، هادي ملي كتكون شرجي عجل ديال 300 كيلو الله يسر طاحت على واحد تقتلو، فين غادي يمشي هاد الجزار ولا هاد السلاخ ولا هاد فين غيمشي؟ لما عندنا لا ميسيال لا سنساس لا والو، ليه الله اش كنديروا لي سينيه؟ ايوا راه حرام. انت شوف السقف ما كاينش، هذه البقايا ديال الطيور. واش هذه مؤسسه؟ واش حشومه؟ راه عار. هذا
هذه هي الرافعه اللي هرست الدري وراه باقي تعدم مسكين نيدو عاد الدور 4 الهرسات هو نامس هذا واش عباد الله مشدود. ها هذه الله يسلك اعتذرت على الواحد قلت له عنده واحد السرعه فائقه وحفظ الله جاتو بيدو كون جاتو براسو غيمشي كره تفناه. هنا فين كتكا الذبائح كتكا الذبائح ديال البقر والغنم هنا خلاص لا كانوا على وضوح كنوريو المستهلك والمواطن كنحيد واحد التقليد علينا. هادشي راه مازال ملي وقفنا راه مغسلو نعمس هادشي راه تغسل انت شوف نعمس والله ثم اقسم بالله وحروف قسم 3 الى وقت الخدمه كنجي عدد الاخ هذا السي الترابي والله صيب فيها الى كيولي الماء فيض والبهيم متكيه حداه الماء فيض وغنوريك المشكل ديال هذا كيتبوشا ديال برا كيعطينا هنا بالذبيحه. هذه هنا البلاصه اللي كيتغسلوا السقوط فودات ديال الابقار. باش نحطوك في الصوره هذا الباب انه سقط على واحد الشخص من الموظفين ديال الجماعه هما اللي سقط عليه تكلفوا هما به هذا في حاله. اما بالنسبه حنا لا سقط على شي واحد ولا هادي ربما ما كاينش اللي غيعوضوا ما كاين لا كيس لا تغطيه لا والو. كنعرفوا القانون ديال لا برودكسيون ديال الماتيريال عندها كل حاجه وعندها مده الصلاحيه تاعها كاين 3 سنين 4 سنين 5 سنين فعليك بالله 40 سنه والماتيريال ما عمره ما تبدل ما كاين لا اونتروتيا لا صيانه لا والو. فلهذا ادى النتيجه ديال سقوط الرافعات وحامله اللحوم اللي ادت بجرح واصابه 4 المستخدمين كسور متفاوته والخطر قادم اكثر. لهذا السبب ان هاد الجزاره كاملين تضامنوا باش غادي يريحوا المجزره واش كتشكل لهم خطر على الابدان تاعهم وفي الاخير ما كاينش اللي غادي يعرفهم. حنا من هذا المنبر كنوجهوا رساله للجهات المسؤوله ويحرك القلب اللي عنده شي قلب ومن الدرجه الف كنوجهوا النداء لسيدنا الله ينصرو وكنوجهوا الرساله للسيد العامل باش يتدخل في هذا القطاع بعجاله امر عاجل لان الخطر والتي يهدد الساكنه الان عندها نقص في الماده الحيويه الا وهي اللحم. كنتمنى انا شخصيا بان الجهات المسؤوله انها تتحرك بسرعه وانها غتحاول تخدم يعني 24 ل 24 ساعه باش يتحل المشكل لان المشكل لا زال قائما. هذه من جهه، الجهه الثانيه هو كاين يعني لي كراوند سيرفاس انهم استغلوا هذا الاضراب هذا وحاولوا انهم يرفعوا من الثمن ديال اللحم اللي كان عندنا ما كيتجاوز 60 درهم الان كيصبح كيتساوي يعني الثمن ديالو 80 درهم. هذا استغلال المواطن. النقطة الثانية هو أنني كنقول للساكنة ديال مدينة خريبكا باللي يعني كتواجد لحوم مهربة وذبائح سرية اللي ما تمش الكشف عنها من طرف الطبيب البيطري وهذا ربما أصدرناه في البيان اللي صدرته الجمعية. حنا كنحذروا الساكنة وكنتوجهوا بالجهات المسؤولة بأنها دير لجان ودوريات المراقبة وتضرب بيد من حديد على كل من أراد يعني صحة المواطن بسوء. هذه من كنوجه كلمه للساكنه بالخصوص ازر هاد الناس اللي كدوي على حقها وما كاينش شي واحد غادي يبدلي باش اللي كيطرا عندنا هنايا راه عيب وحرام. هاد الناس خاصهم يوقفوا معنا حنا حق ديالهم وحنا بغا نحيدوا عندنا واحد التقليد كاين فوق كتافنا بغينا نحيدوه وهاد الناس خاصهم يساندونا وحنا راه شنو نقول حنا ليلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راه لا حول ولا قوة الا بالله. مسلخ أضحى يفتقر إلى أبسط مقومات السلامة والنظافة إن على مستوى البنية التحتية أو على مستوى عملية الذبح والنقل والسلخ. وضع يفترض تحرك الضمائر الحية والمسؤولة لوضع حد لكارثة تهدد أرواح وسلامة المواطنين. مواطنون لا علم لهم بالظروف التي تتم فيها عملية النقل والذبح ويأملون أن ينعموا بلحم صحي. أجارنا الله وإياكم من الأمراض وكل عام وأنتم بألف خير.